انتي بتسمعي همسات الكنب مع كليو، البودكاست بتاع الأفكار الصادقة، الحدود الواضحة والقلوب اللي ما بتخاف تصرخها لنهارده. حكاية بتوجع، بتداوي وبتصحصح قصة عن التصنيفات، التلاعب، الإسقاطات، والقوة إنك تتحرري من همله. عمرك حسيتي إن حد بيرسم فيكي صورة مش بتاعتك؟ الحلقة دي ليكي. في الحلقة دي هنتكلم عن جملة شكلها بسيطة لكن مليانة قوة. أنا مش إسقاطك لما القرب يتحول لتهديد. الجملة دي ومع كده ساعات بتبقى ممنوعة طول العمر. إنك ما تسمحيش تكوني اللي أنتي عليه، أو حتى ما تسمحيش لناس تشوفك بطريقة مش أنتي فيها. هشاركك النهاردة إزاي خليت مني ظلال التوصيف ده، إزاي حطيت حدود، إزاي استرجعت نفسي جملة ورا جملة. كنت فاكرة نفسي لازم أدافع دايماً ضد الصورة اللي الناس رسموها عني، ولسه بعض الشيء بحاربها لحد دلوقتي، ضد الاتهام بالتعالي، الأنانية أو البرودة العاطفية. وخدت وقت كتير علشان أكون القوية، مش عشان عمري ما توجعت، لكن علشان في يوم من الأيام بطلت أخجل من نفسي. طول الوقت كنت فاكرة الصورة دي حقي، لحد ما فهمت إنها كانت إسقاط، مش مرايتي، مش وجهي الحقيقي. النهاردة بقول أنا مش نرجسية، مش علشان أنا بلا عيوب، لكن علشان أنا بعرف نفسي. لأنه أنا حسيت بنفسي، سألت نفسي، فكرت في نفسي، ورجعت أناي عبارة عن شظايا متجمعة من تاني. لأني بعرف عيوبي وبرضو حقيقتي، وأنا متشخصة نفسي مش نرجسية. وده مهم أقوله، مش علشان أتبرر، لكن علشان الكلمة دي بقت ترمي كتير على الناس، خصوصاً على السوشيال ميديا، كطريقة لتقليلهم، تزوير صورتهم أو تشويههم. هتسمعي الحلقة دي مني لأني عارفة إنها مش أنا، ومش عارفاها عاطفياً بس، لكن عندي شهادة بتقول ده. وأيوه، أنا بكون احتقار لأي حد يلفقها علي عن علم، وفي نفس الوقت بتمنى له جرعة من التأمل الذاتي علشان يعرف يوماً بيعمل إيه لنفسه ولسبني. خليني أقول لك حاجة، دايماً هتلاقي ناس في حياتك بتسميك نرجسية، خصوصاً لما تبدأي تحمي نفسك، ترسمي حدودك، تقولي لأ وتبقي نفسك الحقيقية. ناس منها اللي ما تقدرش على نورك وبصيرتك ولا بتتحمل وضوحك. وأيوة، كان في واحدة في حياتي كانت دايماً بتقولي الكلام ده، بالتحديد لما كان عندي الجرأة أكون أنا. وكل ما كان جررت الجرأة دي كنت بسمع من قلبها انتي زي أبوك، وبعدين تقريباً دايماً انتي نرجسية. طولت عليا علشان أعرف الكلمة دي معناها إيه، قوة قد إيه، وإيه اللي بتعمله في الناس لما تستخدم غلط أو بسرعة. طول عليا لحد ما اكتشفت إن التوصيف اللي بيتقال عليا مش أنا، ده إسقاط. عالم مشاعره، كلماته، غضبه اللي معاشه. مرحباً بيكي في العالم العاطفي للشخص ده اللي أنا اضطريت أعيشه علشان أقدر أبتعد منه. علشان أرجع لنفسي اضطريت أحيد حضوره، أيوة كمان ده من حياتي. وعاوزة أوضح، أنا اللي قطعت التواصل من بنت للأم دي، لكن ما شلتش عنها دورها كجدة ولا كحماة أبداً. في السيكولوجيا بيقولوا على ده إسقاط، استراتيجية دفاع. بدال ما الألم يفضل جوانا بيتكب على برا. عليا بنتها كانت ساحة إسقاط لتاريخها، لجرحها، لغضبها الدفين. قبل ما نكمل خليني أشرح بسرعة علشان ده مهم. إيه هو بالنسبة للمحترفين النرجسية وإيه مش؟ في الاستخدام اليومي كلمة نرجسي بتستخدم باستهتار على أي صورة سيلفي أو حماية نفسية. لكن في علم نفس التشخيص، النرجسية هي شخصية مركبة، وتشخيصها لازم يتم على إيد طبيب. في الدلائل التشخيصية DSM-5 أو ICD-11، الاضطراب النرجسي فيه رغبة عميقة في الإعجاب، ديكتاتورية في الطلبات، نقص تعاطف، علاقات استغلالية، وصورة ذاتية مبالغ فيها.
مهم، مش كل شخص عنده 3 صفات نرجسية، ومش كل واحد بيحط حدود هو نرجسي. لو حد بلا شهادة طبية ننفسه نرجسي، وخصوصاً في البيت أو وسط علاقات سامة، بيستخدم الكلام ده كأداة للتحكم مش تشخيص. أنا نفسي ما عنديش تشخيص نرجسي، وبصراحة كنت عارفة، لكن لما الأثر وصل للإثبات كان كأن سقطت قيود عني. ليه؟ علشان ما أضطرش أصدق الكلام ده علشان حد يريح ضميره. في علاقات فيها أب أو أم عندهم صفات نرجسية أو عواطف مش مكتملة كتير بنلاقي البنت مش بتتبص لنفسها كأنها هي، بيتبصوا ليها كمصدر تهديد، مرآة لذكرياتهم أو تكرار لجروحهم. الشخص ده عمره ما بيشوف الطفل كطفل، لكن كحكاية قديمة. لما كانت تقارن بيني وبين أبوي ما كانتش بتشوفنا متشابهين، لكن كانت بتقول إن كرهها وجد، إحباطها، استسلامها، وضعتها عليا. فاكرة لحظة سنة 2021 قلت كفاية، أنا مش عايزة أحميها، أمثل عنها وأنا جنبها مبهومة بلا تعبير ولا حياة. خصمت مع أبوي بطريقة ندمت عليها، مش عشان كنت غلط، لكن لأنها كانت نيابة عني. ربنا شاف، أنا بمسح الفاتحة قبله، بس هي قعدت ساكتة. والأبشع إنها صورت المكالمات دي، كلماتنا اللي كان صوتنا فيها محفوظة في شريط صوتي عندها. ممكن حد يكره حد بنفس ده؟ ياله من مرض نفسي. ورغم إنها عمرتش باتجاهي ولا حاولت تكلمني، الرسالة كانت واضحة. كل ما مشيت بعاطفة قلت كلمة مفيش في مخيلتها، الكلمة اللي بتقول أنتي زي أبوك. يا ربي، دلوقتي فاهمة ده كان إساءة عاطفية. كان عندها مهارة إلقاء التهم بينما بتتهرب من أي مواجهة حقيقية. مفيش مواجهات ولا نقاش واضح ونزيه. كانت بتستخدم غيرها كسلاح. محيطها كان آلتها، وبكل تحريك للأداة دي كانت بتفكك العلاقات بيني وبينها، وبالذات بين بعضها وبينها. كان مسرح يمثلون فيه، بس الخيوط ما كانتش قدام عيوننا، لكن إحنا كنا بنحس فيها، وفي النهاية كادت تخنقني. آخر مرة شفتها كانت في 13 من فبراير 2024. بعدين في 10 من يونيو 2024 اتصلت علشان تفاصيل بسيطة، البطاقة السنوية انتهت، العنوان يتغير، وبعدها صمت تام. لحد ما في فبراير أو مارس 2025 رقم مجهول اتصل. رديت وسمعت صوتها، وبطني وقف، قلبي وقع، تنفسي اختفى. وسكتت، وبعدين قالت تقدري تيجيلي لما يبقى مش خوش عليك. وأنا قلت لإيه؟ أروح؟ آخر حد هفكر فيه، لأن أنا أعرف إن بعد ما أروح هكون أسوأ من الأول، لأن هي اللي حاولت تقلب ظهر رجلي عليا، وده كان آخر سطر أخطي. مش مقبول، ومش هديلك فرصة تاني. بطريقة التلاعب والكلمات خلتني أتقاطع من عيلة كتير، خربتنا، قلبت الكلام، كسرت الثقة. دلوقتي أخويا حتى عمل بلوك، وصدفة؟ مش صدفة. الوجع ده موجود، جوه فمي كتلة، عيوني فيها دمعة، ومع كده مش زعلانة منك يا أخويا. بفهمك، بشوف قرارك وبحترمه، ومش شايلة ضدك حاجة. بتمنى بس تعرف تقدر تتواصل بأي وقت، لو مش عندي يبقى عند بنتك، وأنا واثقة يوم ما توصل لحقيقة هتاخد منها نتائجك بالراحة، بطريقتك، بوقتك. الموضوع مش عن حد غلط، عن الحقيقة والشفاء. كلمتين ليك انت عارف إنها ليك. أنا بكتب مش علشان أقنعك أو أغيرك، ومش علشان أثبت إني صح. بكتب علشان وحشة، لأن في حب في قلبي ليك مكانه ما اللي سمعوش كتير، لأن ليك مكان في قلبي عمره ما ضاع. أنا بفهم قرارك وبشوف جرحك،
بحسولك الوفاء اللي انت محافظ عليه بحفاظك على حلفانك. لكن بتمنى لك تدرك الحب مش لازم يكون طرف على طرف. تقدر تحب من غير ما تاخد حصة مع كل واحد، وتقدر تحس من غير ما تختار حد على حد، وتواصل بوقتك من غير دراما، من غير مونولوج دفاع، بس كلمة سلام. ولو مش عندي فلنا بنتك اللي تستاهل منك حاجات أحلى. أنا مؤمنة بحدسك، متأكدة إنك هترجع تلحقك على نفسك، ويمكن ترجع لي كمان بالحب من غير توقع، مع أمل وقلب مفتوح. لكن دلوقتي لوالدتي فعلا مش مستعدة أسامح، ومش هتظاهر إنها حاجة تانية. عايزة تبقي فاهمة لحد العظم، لأن انتي عملتي أكثر من خطأ. انتي خربتي، ربما عمدتي، وهدمتي روابطنا، وقعت بالزبائد، صمتتي متعمدة، وده مش ضعف، دي خطة. وأنا مش مستعدة أديك السماح عشان تهربي من شعورك. والسماح عملية، وأنا لسه فيها. يمكن أوصل يوم، بس مش علشانك، من أجلي، علشان حريتي أتنفس من غير صوتك وراك. لحد يوم ما خليكي بعيد، وما تعتبريش ده برد، اعتبريه بقاء. أنا ماشي في طريقي لوحدي، كل خطوة ليا رجوعي لنفسي، وأعرف أميز فوراً لما حد بيحاول يتلاعب بيا أو يعمل جازلايتنج. عارفة الأنماط، المراوغات الخفية، واللوم المقلوب، وما بقاش أدخل في الرقص ده، ولا اللعبة دي، ولا الخيال ده. وعارفة إيه؟ لو حد يسميني نرجسية دلوقتي، ده معناه حاجة واحدة، إنها بتتكلم عن نفسها. لأن الناس اللي عندها وعي بتشك، بتحس، وبتتطور، مش نرجسيين. أنا مش باردة، مش أنانية، أنا بس واضحة. سنين ضاعت وأنا مصدقة فيا حاجة غلط. شكيت في كل إحساس، شقيت نفسي خوفاً أكون مش اللي أنا عايزاها أكون. حاولت أبرهن تعاطفي، بالغت في التكيف، تفهمت لحد ما نسيت نفسي، بس علشان أثبت أنا مش زي أمي ولا بابا. ويا ربي فعلتها. كنت القشطة بتاعت الكيكة اللي عملت كل حاجة علشان تعجب الكل، ومع كده ما أكنتش كفاية، لأن الموضوع عمره ما كان عني، كان عن صورتك أنت، صورتك اللي عمرك ما هتلبيها. دلوقتي عرفت الحدود مش نرجسية، قول لأ مش خيانة، حماية النفس مش برد. وأنا مش زي أبويا، ومش زيها. أنا بشر، عندي عيوب، فيا ندوب ونور، لكن قبل أي حاجة عندي الشجاعة أعرف نفسي بعيد عن اللوم. بقولك الكلام ده علشان يمكن عندك أنت كمان سمعت جمل زي دي. يمكن اتوصفك أحد إنك كنت الجاني وإنت بتحمي نفسك. يمكن معاكي الشعور بالذنب ده اللي زي شبكة مش باينة. فحب أقولك أنت مش غلط، عمرك ما كنت غلط. لو الأبوين مش مستعدين يواجهوا جراحهم، هيسيبوها وراءهم على شكل كلام ونظرات، مقارنات، وفي أحيان أعمق تشخيصات ملهاش قاعدة، تسميات هدفها تقللك. بس انتي من حقك تاخديها وتشطفيها، تعيد تسمي نفسك من جديد، تحافظي على قلبك، وفي نفس الوقت تقفي وراك. انتي مش نرجسية لو بتحمي نفسك، مش زي أبوك لو ما وقعتيش، ومش زيها لو أخيراً ابتديت تتحرري. شكراً إنك حسيتي معايا النهاردة. لو حسيتي بحاجة في نفسك، ابعتي الحلقة دي لأول نفسك، لصديقتك، أو لأي حد يستاهل الحقيقة بتاعتك. ومتنساش نقطة، صوتك مهم دايماً. كانت همسات الكنب مع كليو، خام، صادقة، ومن غير زخرفة. لو عجبتك الحلقة ياريت تشتركي، تكتبي تعليق.
أو حتى لو رجعتي المرة الجاية. وخدي بالك نقطة، كمان قصص مش كاملة مستاهلة إنها تتحكى. أشوفك قريب. XOXO كليو.